السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل تفريزات رمضان الجميلة دي وإن شاء الله تعجبكم. كل سنة وحضراتكم طيبين وينعاد علينا الأيام جميعا بخير يا رب. النهاردة هنعمل كده معانا 10 كيلو بسلة اللهم بارك، ومعانا كمان كرنبتين. البسلة هننزل بيها كده في المية، بس يعني معانا هنا المية مغلية، وهنزل بيها كده من غير اي حاجة. ومعايا كمان ليمونتين هقولكوا هنعمل بهم ايه دلوقتي. بنزل مش بكل الكمية، بشوية بشوية كده. رك ما تاخد غلو على النار كده يبقى معايا نص ليمونة، هعصرها كده في قلب المية بس في الاخر عشان ما تمررش مننا. يدوبك غلوة بسيطة كده ونطلع البسلة في حاجة تكون فيها تلج، بس انا هنا المية كانت عندي متلجة ملحقتش ان هي تتجمد. تكون حاجة يعني يفضل ان هي يكون فيها قطع تلج. لو زي معايا كده مش مشكلة، بس اهم حاجة تكون مية متلجة كانت في الفريزر يعني. واصفاها كويس جدا من المية السخنة واحطها كده في قلب الطبق اللي فيه المية المتلجة. وكمان هروح احطها على مصفى عشان تبرد. معلش عذرا يا حبايبي انا تعبانة والله. اللهم اشف كل مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي محمد عليه افضل الصلاة والسلام يا حبايبي. الصلاة والسلام. وهنا عملت كمان لقطة معاكم كده عشان تشوفوها بنفس الطريقة كده بقلبها. ما شاء الله شوفوا هي في المية جميلة وخضرة ازاي. هتنها معاكم ان شاء الله بأمر الله طول السنة زي ما هي كده، بس لما نيجي نطلعها عشان نطبخها وكده يعني بالتلج على طول، يعني ما تسيبهاش تفك. وانا عملت الكمية معايا اللهم بارك 9 أكياس. طبعا انا ببططها قبل ما ادخلها الفريزر، بس انا حبيت اسيبها كده علشان خاطر التصوير بس انا باجي ابططها شويه كده قبل ما احطها في الفريزر عشان ما تاخدش وقت معايا. قطعت معانا هنا الكرنبتين، وبدأت برضو اسلق فيهم كده يا دوبك غلوا على النار علشان دول هيكملوا بقية السنة معانا في الفريزر، عشان التلج كده كده بيسوي الحاجة يعني. فيا دوبك كده حاجة بسيطة جدا على النار. وكمان بطلعها في مية ساقعة برضو متلجة. وكمان هطلعها دلوقتي على صينية كده واسيبهم يبردوا. هعمل كمان مرة معاكم حبايبي. يعني حاجات كده من التفريزات الجميلة، بتيجي مثلا تلاقي نفسك كده عايزة تعملي حاجة بتطلعيها، بيكون بيتك كده مليان بالخير يا حبايبي. ربنا يجعل بيوتنا كلها عمار وكلها مليانة بالخير يا حبايبي، اللهم امين. هطلع بقى هنا واحط على الصينية دي الورقة مفرودة بورقتها كده واسيبها تبرد خالص. وبعد كده نبدأ نقطعها مع بعض يا حبايبي سوا ونشوف هنخزنها ازاي. ما شاء الله اللهم بارك، يعني كده ايه حاجة جميلة كده. شفتوا انا وريتها لكم حتى تحس ان هي فيها لسه العرق بتاعها مش طيبة قوي. وبجيبها حبايبي كده بقطع العرق بتاعها من فوق كده وبلفها زي الرول كده. انتوا طبعا بتقطعوا التقطيع اللي تحبوا، كان اديتكم الفكرة وكلنا شاطرين وكلنا ما شاء الله علينا في بيوتنا، ربنا يبارك لكم جميعا يا رب. وبقطعها الكمية من معايا كده كلها. وبجيب بقى اطباق من اللي هي الفل دي، لو عندك اكياس لبن او اللي هي اكياس التلاجة او ايا كان اي حاجة بتحفظي فيها، بس اهم حاجة تقفلها كويس. طبعا اللي عارفني عارف ان انا بحب اسيب ورقة كده خضرة، علشان دي بحطها في قعر الحلة كده زي امهاتنا يعني زمان. بحطها معايا بالطريقة دي حبايبي حسب الكمية اللي انت حباها. طبعا انا ما شاء الله اللهم بارك كده الكمية اللي هي في كرومبتين جم معايا 3 اطباق، عشان هم ما كانوش بصراحة كرومبتين كبار قوي. احط كده الاطباق كده كل طبق على وش التاني، واروح كده اعملهم كده. لو عندك استرتش راب يبقى افضل بصراحة، بس انا ما كانش عندي، فالجيش بيقولك اتصرف يعني. على ما اجيب ان شاء الله ولسه هكمل تخزين يعني، لسه هكمل تفريز يعني، اجيب كمان 2 ولا حاجة.
اربطهم كويس جدا كده عشان الهوا، وبرضو بحطهم بطريقة كويسة كده في الفريزر حتى ما ياخدوش معايا مساحة خالص. وانا حبايبي خلصت الكمية اللي معايا، اللهم بارك، يا رب يكون فيديو عجبكم وخفيف عليكم كده. وكمان عملت كيس جزر كده بنفس الطريقة. الجزر حطيته في اخر البسلة خالص عشان بحب كده الاكياس، لما باجي اطبخ البسلة بحب الجزر